السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. الاخبار يا بنات؟ بصوا بقى العظمة دي، صينية مكرونة بالبشاميل خطيرة. اللهم بارك، كان طعمها تحفة، مش بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات، هنا دي الاول، دي حلة انا كنت حاطة فيها المية الاول بتغلي. المية غليت، حطيت فيها معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، وشوية زيت. انا بحط للمكرونة زيت زي ما اتفقنا. هو الصح ان احنا ما بنحطلهاش، بس انا اتعودت كده من مامتي صراحة، فما معرفش اغير. ده كيس مكرونة قلم انا اسفة، اللي هو 400 جرام. ايدك بقى فيها عشان ما تلزقش، ماشي؟ دي حلة فيها معلقة سمنة صغيرة او نص معلقة يعني، على شوية زيت، وهنزل باللحمة المفرومة. بس هنا كنت بس السمنة تسخن، تسيح يعني، والحلة تسخن، لان زي ما اتفقنا انا بنزل. انا طريقتي في المفروم ان انا بنزل اللحمة الاول قليل قوي، لما بعملها البصل الاول قليل قوي، بس انا دايما بنزل اللحمة الاول، بسيبها الحلة تسخن كويس عشان اللحمة ما تنزلش ميتها، يعني تتشمع على طول. انا هنا كنت بوريكم برضو ان انا ايدي في المكرونة عشان ما تلزقش في الحلة، على طول بقلب فيها عشان تبقى يعني طالعه الواحده بوحدتها وما تلزقش. هنا نزلت زي ما واضح قدامكم كده باللحمه المفرومه، ده كان حوالي نص كيلو، نص كيلو الا شويه حاجه كده يعني. بكسر فيها عشان ما تبقاش كتل زي ما قلت لكم قبل كده، انها تبقى متكسره. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله، المكرونه تحفه. المكرونه حوا دي حلوه جدا على فكره، يعني حلوه، مش بتتعجن بسرعه، وما فيهاش نشا كتير. يعني انا سبت الميه بتاعتها، زودت بيها البشاميل اللي هتشوفوا دلوقتي. الميه بتاعتها رايقه، مش من المكرونات اللي فيها نشا كتير تحس انها لزجه كده، لا. مكرونه حلوه عجبتني، كنت اول مره استخدمها. كنت دايما بجيب روجينا، كان عندي يعني كميه منها، ولما خلصت جبت حوا دي عجبتني. بصوا هنا ببتدي اقلب بقى في العصاق كويس عشان كله ياخد لون واحد. بصوا هنا ابتدت تعمل. هنا كنت في الكبه فرمه بصلتين او 3 صغيرين، وفلفل الوان، الاصفر والاخضر، فرمتهم مع البصل ونزلت بيهم. هنا بقى هنزل بشويه فلفل اسمر، انا بحب الفلفل الاسمر زياده شويه. شويه ملح، وظبطي الملح لان المكرونه هتبقى فيها ملح، والبشاميل هيبقى فيه ملح، فاظبطي الملح. مكعب مرقه انا حطيت معلقه واحده صغيره، لان المرقه كمان بتبقى مملحه. دول شويه 7 بهارات، فعلا البهارات دي حلوه جدا. 7 بهارات بتاعت النوع دوت حلو قوي، ريحتها ما شاء الله اللهم بارك. مجرد ما بتحطيها على اللحمه، على الحاجه يعني ان انت بتحطيها عامه، بتنقل، بتودي ريحه في حته تانية خالص. بصي هحط تاني شويه تاني، تمام. هحط شويه كوبيبه صيني صغيرين، تعرفين اللحمه كوبيبه صيني، ودول شويه بابريكا صغيرين للطعم برضو كده، ان النكهه الخفيفه، يعني شعره، يعني ربع معلقه مثلا ولا حاجه. بس هقلب كله في بعضه، ادخل كل المكونات في بعض، وهغطيها، وهوطي عليها النار تاخد. انا ما بزودش للحمه المفرومه ميه، يعني انا ما بحطلهاش ميه، انا بسيبها تستوي منها في بعضيها. هنا كنت بقلب المكرونه، كويس. بصوا هنا كانت خلاص اللحمه خلصت، وطفيت عليها، وهنقلها بقى العين التانية تهدى مع نفسها وتبرد شويه لغايه لما. وهنا هطلع المكرونه. بصوا انا هنا هطلع المكرونه في طبق، عشان انا هسيب الميه بتاعتها عشان ازود بيها البشاميل. بصوا طلعتها في طبق هنا قدامكم زي ما هو واضح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق. هنا بقى كنت هعمل بشاميل. بصوا ده شويه سمنه على زيت، يعني حوالي معلقتين سمنه كبار على 3 معالق زيت مثلا ولا حاجه. وبنزل الدقيق يعني بالتدريج. هو المفروض تحطي 4 معالق او 5 معالق دقيق من اللي هي معلقه الاكل، تمام. انا ما بعملش البشاميل يبقى الدقيق مكلكع كده في الماده الدهنيه، لا، انا بحبه كده شايفه سايل، ده يديكي بقى البشاميل الكريمي من غير ما تضربي بهاند بلندر او تحطي في خلاط او اي حاجه، هو كده بس. هنا اللبن انا كنت حاطه عليه معلقه ونص لبن بودره، معلقه ونص كريمه بودر اللي هي كريمه اللباني البودر، ومعلقتين من الكيس خلطه البشاميل الجاهز ده اللي انا وريته لكم. ده عندي بقاله يعني برضو كنت جايباه بقاله فتره.
هنا بقلب كويس قوي، وهنا هقلب برضو المكونات دي ببعض. تمام، عشان اللبن البودرة والكريمة وبودرة الماجي ديت تخش جوه اللبن، ما تكلكعش وانا لما اجي انزلها. تمام، هنا كان خلاص. بصوا الدقيق بيعمل فقاقيع ازاي، ده كده خلاص الدقيق استوى. ايد بقى بتنزلي باللبن، وايد التانية بتقلبي. عمر اللبن، عمر البشاميل ما يكلكع منك بالطريقه دي، انما ان انت تنزلي حبه وتقلبي وتنزلي حبه وتقلبي ده ممكن يكلكع معاكي. هنا خدت كبشتين في نفس الكازرولة اللي انا كنت حاطه فيها اللبن. على فكره الميه بتاعت المكرونه حلوه جدا، لانها فيها النشا الطبيعيه بتاعت المكرونه، فبتربط البشاميل معاكي كمان، وبتخليه كريمي قوي قوي، احسن كمان من الشوربه واحسن من الميه. انا بحب دايما اعمل الحركه دي. هنا بحط الفلفل الاسمر، معلقه برضو واحده صغيره ملح، ومكعب ماجي سوري، وشويه جوز الطيب. بس رشه جوز الطيب كده صغيره، انا بستخدمهاش كتير، انا بستخدمها قليل قوي، بس انا بحب احطها في البشاميل اللي بتخلي طعمه حلو. تمام، وبقلب. عندك قشطه حطي، عندك كريمه لباني اللي هي بتاعت السوبر ماركت حطي، اللي هي بتبقى عند اللبان حطي اللي موجود عندك. انا بصراحه الكريمه اللباني البودر اللي انا بجيبها دي بتغنيني، بحطها في الحلو في الحادق، وفعلا بتخلي طعم الحاجه غني كده. بصوا انا كنت بوريكم البشاميل اللي تعرفي ازاي ان هو يعني يبقى كويس وتماسك وسمكه حلو، لما تعملي المعلقه كده. بص حتى باين لسه الفاصل اللي انا كنت عاملاه بصباعي ان البشاميل ما رجعش تاني، ده كده البشاميل اللي معاكي مظبوط، سمكه مظبوط. انا جبت القالب بتاعي. عامه انا بحب اعمل البشاميل او الكيكات في الالومنيوم. انا حطيت في القالب شويه بشاميل من تحت، وخدت كبشتين على المكرونه. تبقى المكرونه فيها بشاميل كده، انا ما بحطش لحمه على المكرونه، بخلي اللحمه في النص. قلبتها كويس في بعض. هحط كبش كمان، حسيت ان البشاميل قليل فهحط كبش زي ما انتم شايفين كده، وقلبتهم في بعض كويس. اخد نص كميه المكرونه في القالب من تحت، اوزعه كويس، وهحط احط اللحمه معاكم دلوقتي. سويه كويس وظبطي المكرونه تبقى كويسه من تحت، يعني حطي كميه كويسه من تحت، وعادي من الطبقه اللي فوق لو قليله مش مشكله. البشاميل اللي بيبقى يعني يبقى كتير وحلو وهيغطيها، بس ما تبقاش من تحت قليله. هنا كنت حطيت خلاص اللحمه، ووزعها كويس تبقى في كل القالب. ارجع احط كبشه بشاميل وتوزعيها، وشويه جبنه موتزاريلا. زي ما انتم شايفين الجبنه دي كنت بقول لكم انا اول مره اجيبها، فما اسمها جبنتي، يعني حلوه شغاله بس مش افضل حاجه يعني. نزلت بقيه كميه المكرونه، توزعها برده كويس، كنت بوزعها كويس زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هنزل البشاميل دوت اللي في الكبشه، وهلم اللي في الحله كله واقلبه ببعض وانزل بيه بقى. بصوا ما شاء الله البشاميل كريمي ازاي، كريمه فعلا والله، وطعم اللهم بارك اللهم بارك تحفه. هنا بقى بنزل بالبشاميل كله. بصوا يا بنات البشاميل نازل ازاي، اللهم بارك، كان جميل بسم الله ما شاء الله. جربوه بطريقتي وهو كيلو لبن، انا حطيت كيلو لبن يعتبر، وزودت مثلا كبشتين او 3، يعني قولي مثلا كوبايه سائل من اللي هو الميه بتاعت المكرونه، يعني مثلا قولي خد 5 كوبايات سائل مثلا، يعني على 5 كوبايات 5 معالق دقيق او 4 معالق دقيق هرميه. انا هنا كنت بوزع البشاميل كويس، بحط جبنه موتزاريلا على الوش، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، ايه المتاح عندك، قشطه، ما فيش كل ده، معلقه زبده، معلقه سمنه، شويه بقسماط. بس بصراحه انا ما بحبش احط البقسماط، بحس ان وشها ناشف، انما ممكن معلقه السمنه بتحمرها منها، فيها بضايه زي ايام اهالينا زمان. انا صراحه بحبها جدا على فكره، بحركه البيض والبشاميل. ايام يعني امي ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها كانت بتعملها كده، بس انا للاسف جوزي ما بيحبش اي حاجه فيها بيض، فما بعملهاش كده على طول. هنا كنت بحط بس كده حطيت بقى الصاج القالب في الفرن. انا الرف اللي في النص منزلاه شويه. هنا كانت طلعت بقى من الفرن، بصوا يا بنات اللهم بارك تحفه تحفه. بصوا الجمال والطعامه والريحه، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جربوها يا بنات بطريقتي والله العظيم هتعجبكم جدا. هنا كانت خطيره بمعنى كلمه خطيره، الريحه كانت تحفه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. متنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك، ويقيموا المحتوى لو المحتوى بيعجبكم. بصي ما شاء الله القطعه طالعه بقطعتها مش مكسره، وفي نفس الوقت كريميه، مش القطعه الناشفه، انا ما بحبهاش ناشفه.
بتبقى كريمي كده. اشوفكم فيديو جديد يا بنات، مع السلامه، باي باي.